واش الإخوة، مرحبا بكم فيديو جديد. معكم ديونيسيوس بوز. وأخيرا رجعت لاشين الأوفيسيال. 9 شهور هادي ما طلعت حتى شي حاجة في لاشين ديال بوز من أيامات لو بي ديال 112. فكان البيف ديالو مع طومبيك والبيف المنتظر ديالو مع طومبيك أحسن مناسبة باش أنه ترجع لاشين ويرجع حتى السوشيال ميديا. بوز قلت انا انه جاوب بداك الكلاش اللي حط مع كيتامين وبرمودا، حتى قلت انه حتى خاب الظن ديالي، ولكن كنت تايق فيه انه مستحيل يكون هذاك هو الرد ديالو على هرم الراب المغربي اللي هو الطومبيك. بيف اللي كيتسناه من شحال هادي، راه البيف مع الطومبيك راه بحال كتقولي البيف مع المورفو، البيف مع مسلم وزيد. دونك قضية فريمون تستاهل كلاش. بوز يحرق فيه دماغه مزيان باش يبقى في التاريخ وتكون نهاية تعيسة للطبوز في هذا الراب المغربي والصورة ديالو فيه. بوز اليوم حط لنا كامين سون 44 ثانية ارت وورك. مقصود ارت وورك عنده معنى وعليه غادي يبني بزاف ديال الحوايج. غادي نسمعوا لهاد كامين سون هذا 44 ثانية، غنشوفوا شنو قال فيه بوز وغنتسناو التراك الرئيسي. هذا راه بمثابة مقبلات او مقبله، مازال غيجي التراك الرئيسي وربما حتى الخاتمه باش يدير له فان كارير. الكوفر اللي داير بوز هو واحد الارت وورك فيه رموز ثقافيه ودينيه وحتى سياسيه، ما بين ثقافه رومانيه، ثقافه اسلاميه، دين اسلامي، وقصص ديال الخلق اللي في الاديان السماويه. واحسن حاجه انه كيخدم بشكل صريح البيف اللي بينه وبين طومبيك والاسماء اللي تجبدوا الاب ديالو سيدريس وبزاف ديال القضايا. كنشوفوا في ارت وورك باش هذا مستوحى من منحوتات كلاسيكيه يامات الرومان والاغريق. كيشد فيه بوز شخصيات مستوحاه من القصه ديال ابراهيم وولده اسماعيل او عيسى حسب بعض التاويلات الشعبيه في العيد الكبير، ولكن بطريقه مقلوبه ومعاصره فيه بزاف ديال الكريتيك. الضومبي كيبان على انه هو الكبش، هذا رمزيه واضحه هو انه هو كبش الفداء في هذا الكلاش. ولكن قبل حسب القصه اللي في الاديان طبعا انه الاب ابراهيم كان غادي يذبح ولده اسماعيل، يعني السيدريس اب ديال بوز كان غادي يذبح بوز. ولكن في واحد اللحظه نزل ذاك الملاك اللي كتشوفه في الارت وورك اللي بحال كنتي هو الالهام، نزل على بوز، جا البيف وجاب البوز والاب ديالو الكبش ديال الفداء اللي هو الضومبيك. حيت البيك في الكلاش ديال الشوكه راه ما جبدش شي بوز فقط، راه دواتها مع باه، راه جبد حتى باه سيدي يشد عليا ولك، راه ما بغيتيش نصيفطو فين يتربى، يعني بحال كتهضر مع باه راجل كبير شاعر، واخا مدحو قال عليه انه شاعر وكذا باش يطيح من بوز، ولكن ما تجبدوش الصدفه في الكلاش. المهم ما علينا، نقدروا نسمعوا شي سطر من عند باين بوز، سطر شعري يكلاشي فيه حتى هو الضومبيك. ما علينا. الا لاحظتوا في الجنب كاينين واحد الرموز وواحد النقوش قديمه بحال دوك اللي كيكونوا في حضارات ما قبل التاريخ. هادشي كيزيد يبين داك البعد الاسطوري ديال المعركه بيناتهم. هذا ماشي كلاش في اطار الراب، ولكن هذا صراع على المعنى. شكون اللي كيمثل الحقيقه كرابور في هذه البلاد؟ شكون هو الرابور الحقيقي؟ واش الرابور الموظف عند الدوله اللي هو البيك، ولا الرابور الحر، رابور اللي عنده مواقف سياسيه، مواقف دينيه، مواقف كذا، اللي هو بوز؟ دونك الليله غادي نعيدوا بالضومبيك وعلى شكون يستحق يكون النبي ديال الصوت ديال الشعب. اوكي خوتي، غادي نسمعوا التراك وغادي نشوفوا بوز شنو كيعاود. يا صيبوا لي الشوكه، توفيق حازم شوكه غير بسنيب تحرقوا ليه السلوكه، راكب سياره طايره في الفيتور جاتني الحمامه، هزه رساله فيها كلاشاك خماس الجلاله. اوكي، بوز بدا الذبيحه كيدوي مع كبش الفداء. صيبوا لي شوكه، توفيق حازم شوكه، غيب سنيب تحرقوا ليه السلوكه. صيبوا لي شي شوكه تما، نشوف هاد البيك هذا شنو تيعاود. اجي نهبطوا لهاد البيف ونفرقعوها. نجاوب بنفس التيتر ديال الطاك اللي تكلاشا فيه، اللي كان البيك كلاشا فيه بوز. شوكه
شوكه واش استعملها البيك كدلاله على انه فهمتيني انا غادي نلعب معاك بشوكه ماشي حتى بسيف ولا شي خنجر ولا شي بلان كبير، يعني الطراك ديالي هكا واحد الشوكه نقيسك بها، ولا يحال هذاك البلان ديال ان بوز مبلي وانه كيدق لي باري كدا باش يطلع بلاص بحال هكا. دونك حتى بوز قال له صاوبوا لي شي شوكه تما غادي نتدوزا شي شويه ونشوف هذا البوز اشنو كيعاود في بلانو. غير بسنيب تحرقوا ليه السلوكه. انا لاحظت انه اون فوا البيك شاف ديك السنيب اللي خرجت ديال بوز في الطوموبيل، قوات السلطه ابركاك الشرطه سيد خرا النار باش نتفاهموا، ولا بغى كيلو في الطراك ديال شوكه، ولا بغى يجبدوا لعنده وانه كيقول له انك تعين الملك وبلانات بحال هكا، هي باش بوز انه يبادر ويدير شي كلاش ماشي حتى ليه خونا ويديكلاري بيه ويغيز له الشغل يصيفطو فين يتربى. دونك تحرقوا له السلوكه، ما بقاش عارف شنو يدير، حيت راه فريمون فهمتيني جبتي على راسك النحله خيبي. ما كاينش عليك انك تخرج طراك، ما كاينش عليك انك تخرج ديستراك، سير بقى في الفيلا ديالكو ودير الراب ديال امودو وهنينا طوبيك تحرقوا ليه السلوكه. سيارة طايرة في الفيتور جاتني الحمامة هزا رسالة فيها كلاشاك خماس الجلالة. ركب سيارة في الفيتور طايرة منظر سوريالي، بوس كيدير راسو انه طلع بسبب ديك الشوكة ديال الدوزة اللي ضرب، حس براسو ركب طوموبيل في طايرة في المستقبل، مش هاد سوريالي. ولكن جاتو واحد الحمامة في ظل داك الطيران ديالو كتقول له ان كلاشاه خماس الجلالة. وهنا الكلاش الحقيقي باش نتفاهموا، قمة التحقير السياسي. البيك في النظر ديال بوز مجرد خادم مخلص للدولة والسلطة كيتلقى تعليمات وكينفذها، هكا كارت ديال الفنان، هكا الدعم وسكت، ماشي فنان حر وماشي رابور، حاشا واش يكون رابور حر، بل هو رابور موظف كما كنسميه انا. نتايا ماشي الدون، نتايا غير الدروم صيفطها العمالة. نتايا ماشي رابور، انت ماشي الدون، نتايا غير الدروم مصيفطها العمالة، انت غير قوات ديال السلطة مصيفطاه السلطة باش يوصل الايديولوجيا ديالها، مصيفطاه العمالة باش يتشيكي الامور كيف غاديه في هذا الراب المغربي، باش يسكت اللي ما خضعش بحال بوز. وانا كنضربوا المثل بوز حيت هو مع من بيفي هو بارق اللي باقيين اونتي سيستيم واللي كيدافعوا على مواقف كما قلت وكنعاود نقول. دونك مصيفطك العماله مصيفطك الدوله باش دير الخدمه ديالها وتحضي هاد الساحه اللي سميتها الراب اللي ميمكنش انها الدوله تدخل فيها شخصيا. غادي دير قواويد بحال كخيل بيك باش دوز الافكار ديالها سواء من الاعلام سواء بزاف ديال الحوايج، فغادي تكون انت مجرد رابور برجوازي فيك مزيف. غادرون جايه كتطلع علينا حنا روابا الحقيقيين، كتطلع علينا باش تسكتنا. فراه بوز ما كذبش في التراك ديال ازول فاش قال حق الرب سيد الجيش الا شي خطه كبيره باغا تطيحني ولا باغاني نسكت ولا شي بلان بحال هكا، ما عقلتش انه يطبط. كاينه خطه حتى ما يمكنش الدوله راه كتكره اي واحد كيفكر. الدوله راه العدو ديالها الاول هو شي واحد ديفرنت، العدو ديالها هو شي شخص خارج على القطيع ما داخلش في الماتريكس سواء فكريا وسواء انت واقعيا وماديا. ولكن فكريا قود، فكريا كيعني هادشي انك تاثر على الناس اخرين فكريا، ودي يكونوا بزاف ديال الناس متاثرين وعايقين، وهذا هو اللي ما بغاتش الدوله طبعا. فكتصيفط البنادم وحدين بحال البيك حيت الشعب سهل توصل له، كلشي كيسمع للراب دونك سهل توصل للشعب عن طريق هاد الوسيله. فدير روابو توظفهم في الدوله عندك. في البوم سمعتي غير انت ومومو وتسالى ضربوا سلام سلاح بوز ناروتو دوز تناك. لحتي البوم سمعتي غير انت ومومو وتسالى، يعني غير مومو غالبا في الراب شي رابر مغربي دوز في الساحه الراب كاين له شي حاجه كيعيط له لي راديو فهمتيني كيبقى يدوي عليه وكيدير له برومو بزاف ديال الحوايج. فسمعتي غير انت وياه في داك الاستوديو تما حتى تسالى وديتي معاك داكشي لداركم. راه ساهله نلوح لك البوم سمعوا ولا طليه، ولكن بوز كيهضر هنا وانا كيقول انا ما كنلوحش شي حاجه حتى
حتى كتكون عندها قيمه، وانا كتكون عندها قيمه بالنسبه لي انا اولا، عاد باش الناس يعطيوها قيمه، ماشي نلوح البوم فوق ما لحتوها هيتاش هذيك الخدمه ديالي. اوكي شفناك كمرتي بشعب على قدو باش السلطان يتبناك. اوكي قال قبل انه ضربوا السلام سلاح، بوز ناروتو ستيلو بحال السيوفات ديال جينجيتسو حدي الحناك. بوز انا كي نسب راسو ناروتو، البطل الشهير ديال الانمي ناروتو شيبودن وناروتو الصغير، اللي معروفه فيه كانيم في واحد القوه ديال الجينجيتسو، هي تقنيه ديال الخداع البصري والعقلي. يعني انه بوز كيوحي ان الكلمات ديالو هنا وعنده واحد القوه باش تحارب وتغيير الواقع الرمزي ديال الناس، ماشي كلاشات خاويين. كيقول لبيك حضي لحناك، راه السيلوي راه بحال السيوفات ديال الجينجيتسو، راه نخدرك ونطيحك ونقدر نخسر لك حناك، فحضي حناك كخي لبيك، حناك البامبوفا. انت هي الضومبيك الى انا، يعني بوس كيقول لا انا قمرت بعائلتي، فانت راه قمرتي بشعب على قدو باش السلطان يتبناك. وانا خلاصه ديال الفكره كلها لهاد الكلاش هذا، والموقف ديال بوز من البيك في عيون بوز خان الاصل ديالو والشعب اللي كان كيمثل. الراب هو صوت الشعب اصاحبي، ثوره الشعب، تحول لرابور بورجوازي فيك. اش كيدير الراب كيف خصو يدار، مثقف عضوي فاسد بحال دوك المثقفين اللي كينتقدوا ماتوني غرامشي كما قلت في الاول، مثقفين المزيفين اللي كيساهموا باش انهم كيخدموا الدوله من لم يبالوك انهم تيخدموا، خصوصا فاش غتبغي يرضى عليك ولشي، فلا تخضع للسلطه وتخضع للنظام وتوصل الهضره باش يتبناك. تبيع الصوت ديالك وقابل بلاصه مريحه وترونكيل في السيستم. اوكي ما كنوعدكم اخوتي، تراك مقود جاي في الطريق، تراك غادي يكون بنفس العظمه ديال تراكات القدام ديال بوز ميغالومانيا الكلاشات. انا كنوعدكم انه غادي يكون كلاش محيب. تسناو اخوتي وتسناو الريفيو ديال ديونيسيوس عليه. وتحياتي جواد من هذا المنبر على هذا الراب فيلوزوفيك، على هذا الراب اللي عنده موقف كيدافع عليه وما كيتبدلش لاي حاجه، تقدر تجي في طريقه وماشي بحال شي طبوز حاس براسو.